السلام عليكم، معاكم ابراهيم. ده فيديو جديد. هنتكلم فيه عن جيت وجيت هاب. طيب، ايه هو جيت وايه هو جيت هاب وايه الفرق بينهم وبيعملوا ايه؟ ولأي حد شغال في تيم او في سوفت وير هاوس بيبقى شغال في، يعني بيبقى شغال بجيت او جيت هاب او حاجات تانية شبهه. في حاجات كتير تانية غير جيت هاب، بس جيت هاب اكتر حاجة يعني مشهورة. آم، خلينا كده نعمل سيناريو كده مبدئيا. مثلا لو انت شغال على ويب سايت، ولنفترض ان انت فرونت اند ديفلوبر، ده معناه ان انت شغال على الديزاين بتاع الموقع نفسه. شكل الزراير، الالوان، اماكن الكومبوننتس، تبدا تكتب الكود اللي هو بيطلع شكل الفرونت اند بتاع الويب سايت. اكيد في حد تاني بيبقى شغال على الباك اند بتاع الويب سايت في نفس الوقت اللي انت شغال فيه، صح؟ آه، الا لو انت فول ستاك ديفلوبر فانت شغال على الفرونت اند والباك اند. طبيعي لو البروجكت كبير بيبقى تيم شغال عليه، فبيبقى كل شخص ماسك جزء معين. نفترض مثلا ان انت عملت الفورم بتاعت الريجستريشن، ظبطت فيها كل حاجة. عملت اليوزر نيم، الايميل، رقم التليفون، الباسورد، التفاصيل دي كلها، ظبطت كل حاجة. دلوقتي المفروض الكلام ده يتربط بباك اند وداتابيز وليلة كبيرة كده، تمام؟ انت كفرونت اند ديفلوبر نقدر نقول ان يعني شغلك لحد هنا تقريبا خلص في الجزئية دي، وهتبدأ تشتغل في جزء تاني مثلا زي جزء اللوجن. في نفس الوقت ده هيبقى في حد تاني شغال على الباك اند. لحد دلوقتي كلام كويس، صح؟ ال... لازم يعني يبقى في طريقة نقدر ان احنا نظبط بيها او ننظم بيها الشغل ما بين الشخصين دول. وفي حالات تانية ممكن يبقى في تيم مثلا 10 20 30 شخص وأكتر كمان شغالين في نفس البروجكت في نفس الوقت، وكل واحد شغال في حتة معينة. ممكن يكون في كذا شخص شغالين في، يعني شغالين في نفس الجزء من الكود، بس شغالين على حاجات مختلفة. وقتها بيبقوا شغالين على جيت هاب أو حاجة تانية زي جيت هاب. برضو في حاجات تانية كتير، الفروقات ما بينهم تبقى زي الفروقات في فيتشرز يعني وكده. طيب، عشان نفهم جيت هاب بيعمل ايه وشغال ازاي، فاحنا محتاجين ناخد خطوة لورا شوية ونشوف ايه هو جيت بقى نفسه. يعني جيت هاب مبني على حاجة اسمها جيت، او شغال على حاجة اسمها جيت. فاحنا محتاجين الاول نعرف ايه جيت دوت، بحيث ان احنا بعدها نعرف ايه هو جيت هاب والحاجات التانية اللي زي جيت هاب. طيب، جيت ده حاجة اسمها version control system. كنترول سيستم للاصدارات بتاعة الابليكيشن بتاعك. ببساطة بيخليك تعمل ايه؟ بيخليك تتراك لو في اي حاجة اتغيرت، لو في اي ابديتس في البرنامج بتاعك او الكود بتاعك، وتقدر ترجع لأي نسخة قديمة في أي وقت وتشوف التعديلات وتقارن التعديلات اللي حصلت. يعني أنا مثلا دلوقتي عندي 10 فايلات كود الابليكيشن بتاعي، عبارة عن 10 فايلات كلهم تكست طبعا كود. أنا غيرت في فايل معين أو في فايل معين، جزء معين في الكود، في فايلين أو 3. اقدر اشوف، جت بيساعدني اقدر اشوف التغييرات اللي اتعملت دي اتعملت في انهي فايلات بالظبط، في انهي سطور، في انهي جزئية. واقدر ان انا لو عملت التعديلات دي على كذا مرة ابدأ اقارن التعديلات. لو هي مثلا حصلت في نفس الفايل كل مرة يقول لي ده اتغير، ده حصل هنا كده. بقدر يعني بدي شوية فيتشرز. الحاجات دي ككودينج وكده بتبقى مفيدة قوي، ان انا اقدر اشوف التعديلات حصلت امتى، حصلت فين، مين اللي عمل التعديلات دي. بالذات لو التيم كبير ببقى عايز اشوف مين اللي عمل الجزء ده ومين اللي عمل الجزء ده. بيبقى عندي كذا نسخة من الكود. هنتكلم في الجزء ده بعد كده. دلوقتي جيت ده بيبقى على الجهاز بتاعك انت، يعني حاجة لوكالي على الجهاز بتاعك. مش لازم يبقى عندك نت، مش لازم الجهاز بتاعك يبقى متوصل بالنت. دي حاجة انت بتعملها على الجهاز عندك بس. version control system حاجة لوكالي عندك على الجهاز، تمام؟ ملهاش علاقة بكلاود او بنت او حاجة زي جيت هاب. يعني هنتكلم في الفرق ما بين جيت وجيت هاب. بس دلوقتي خلينا عارفين ان جيت ملوش علاقة بالنت خالص. انت مش محتاج يكون عندك نت علشان تستخدم جيت. يعني من الاخر مجرد ما تحمل جيت كابليكيشن، هو ابليكيشن عادي جدا. مجرد ما تحمل جيت فانت خلاص مش محتاج اي نت عشان تستعمله. انت بتستعمله لوكالي على جهازك انت بس، تمام؟ بكل بساطة لو احنا عايزين نحمل جيت فاحنا نقدر نفتح البراوزر كده، تمام؟ نكتب جيت، هنفتحه هنا. عندنا هنا الداونلودز،
تختار الاوبريشن سيستم بتاعك، ماك او اس، ويندوز، لينكس. انا هختار ويندوز. انا طبعا عندي اصلا جيت. نجرب نعمله داونلود تاني اهو بينزل. نبقى في الداونلود. بس ده بكل بساطة احنا كده حملنا جيت. فانت مجرد ما تحمل جيت فانت خلاص مش محتاج اي نت عشان تستعمله، انت بتستعمله لوكالي على جهازك انت بس. طيب، هل جيت هو الفيرجن كنترول سيستم الوحيد؟ لا، في حاجات كتير، بس جيت من ساعة ما بدأ في 2005 اتشهر جامد جدا. ليه بقى؟ في سببين. السبب الاول انه كويس جدا في التعامل مع الملفات اللي هي تكست، الحاجات اللي بتبقى كود. تاني سبب عشان في حاجة اسمها برانشنج. ايه بقى البرانشنج ده حوار تاني كده، وحاجة يعني فكرة عظيمة كده. هي عبارة عن يعني انك مثلا دلوقتي قررت في الموقع بتاعك تعمل حاجة جديدة، ابديت جديد، فيتشر جديدة، هتزود حاجة، هتشيل حاجة. فدلوقتي انت عندك جزء من الكود، لو الابليكيشن او الويب سايت بتاعك اصلا لايف وموجود اوريدي، انت رافعه على النت وافيلبل ان الناس تقدر تخش على الموقع بتاعك. فعندك نسخة من الكود دي اسمها نسخة البرودكشن، اللي هي النسخة اللايف اللي الناس بتشوفها. فلما تيجي تعمل تعديلات، هل هتعدل على الكود ده على طول ولا هتعمل ايه؟ طبعا مش احسن حاجة ان انت تشتغل على الكود ده على طول، لان لو حصل مشكلة او احتاج ترجع لحاجة، محتاج تفصل مبدئيا، محتاج تفصل ما بين النسخة البرودكشن والنسخة اللي بيبقى فيها تيست مثلا، فيتشرز جديدة او فيها حاجات جديدة، ابديتس كده. في حالة انك بتستخدم جيت فلا، مش هتعمل كده، مش هتشتغل على النسخة اللايف على طول. بكل بساطة هتستخدم حاجة في جيت او فيتشر في جيت، وهي ان انت تعمل حاجة اسمها برانش جديد، تعمل فيه اللي انت عايزه بقى. كل برانش بيبقى مستقل عن التاني. يعني ممكن تعمل برانش تسميه برودكشن، ممكن تعمل برانش تسميه تيستنج، ممكن تعمل برانش تسميه مثلا نيو فيتشر كذا. كلهم نفس الكود وكل واحد مستقل عن التاني. وتقدر بقى ان انت يعني تجرب افكار جديدة، تعمل زي ما قلنا برانش للبرودكشن، تقدر ترجع لبرانشز قديمة، تقدر تمسح وتمرج برانشز. يعني انت عملت برانش مثلا في فيتشر جديدة وبرانش البرودكشن، عملت التستنج وكل حاجة وخلاص وصلت تمام الفيتشر دي هنلنشرها في نسخة البرودكشن. تقدر ان انت تمرج الاتنين، وتقدر ان انت تدخل الكود اللي انت كنت بتعمله تيستنج في الجزء البرودكشن. تمام. اظن لحد كده فهمنا ايه هو جيت بشكل بسيط يعني. طبعا جيت لما بتيجي تتعامل معاه، بتتعامل معاه عن طريق ال CMD Command Prompt، اللي هي الشاشة السوداء اللي بيبقى كلها أكواد. هنرجع نبص على الحتة دي. بس خلينا نتكلم دلوقتي عن ايه هو بقى جيت هاب. جيت هاب بقى بيتقال عليه انه Git Repo Hosting Service. يعني انت عملت اي بروجكت او حاجه، لما بتعمل له فيرجن، يعني بتدخله على الفيرجن كنترول سيستم اللي اسمه جيت، بقى اسمها ريبو. تمام. جيت هاب بكل بساطه بيهوست الريبوز بتاعتك. يعني ببساطه كده جيت هاب عباره عن اونلاين داتابيز بتخليك تشير البروجكتس بتاعتك على جيت، اللي هو فيرجن كنترول سيستم زي ما قلنا. الفرق بقى انك بتقدر تشير البروجكتس دي بره الكمبيوتر بتاعك. يعني احنا قلنا ان جيت بيبقى حاجه لوكالي عندك على الجهاز بتاعك بس. جيت هاب لا، ده حاجه على كلاود، فناس كتير تقدر تاكسس الابليكيشن او الريبو بتاعتك او البروجكت بتاعك في اي وقت، وده بيبقى available على النتورك حتى ليك انت شخصيا في اي مكان، تقدر تاكسس الكود بتاعك والريبو بتاعتك. طبعا ده غير مميزات تانية كتير الموجودة، يعني الموجودة أصلا في جيت، موجودة في جيت هاب بيقدمها. جيت هاب بقى ايه اللي خلاه مميز؟ وزي ما قلنا ان في حاجات تانية غير جيت هاب برضه بتبقى مبنية على جيت. الفكرة في الحاجات الإضافية اللي هو بيديها لك، زي ان الجي اي بتاعه سهل جدا. لما هتفتح جيت هاب هتلاقي ان هو الموضوع بسيط جدا. هو عبارة عن سيرش بار، تقدر تدور على اي كود، تقدر تشوف لو في ايشوز او حاجه، تقدر تكسبلور كودز بتاعت ناس تانية. عايز تعمل ريبو، عايز تimporт ريبو عند حد تاني، ممكن تخش تكسبلور عادي. الجي اي فعلا يعني سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه تحس ان انت على يعني عادي ويب سايت عباره سوشيال ميديا على فيسبوك او حاجه. بس طبعا الموضوع مختلف شويه، لان هنا هتلاقي الحاجات كلها كودينج،
هتلاقي trending ريبوز عادي، تقدر تبدأ تبص على حاجات عادي ناس تانية عاملاها. تدور على developers، تدور بلانجوج معينة، programming language معينة. فيعني الجي يو اي السهل قوي دوت هو من اكتر الحاجات اللي خلت جيت هاب الناس تحب ان هي تستخدمه. غير ان هو بيقدم لليوزر بقى كنترول وتاسك مانجمنت تولز كتير وميزات تانية كتير. طبعا عشان جيت هاب كلاود بيزد، فاي جيت ريبو عليه ممكن توصلها من اي مكان في العالم زي ما قلنا، عن طريق كمبيوتر او حتى تليفون. ليهم ابلكيشن على الاب ستور وجوجل بلاي، او حتى من على التليفون. فطالما ليك اكسس على الريبو ديت تقدر توصل لها. طبعا مش شرط يكون ليك اكسس على الريبو، لان ممكن يكون البروجكت دوت انت شغال عليه حاجة ليك في شركة او حاجة مثلا، فانت مش عايز حد يشوف الكود دوت. لما نيجي نعمل ريبو بنفسنا هنبدأ ان احنا نشوف ازاي تدي اكسس لحد، وازاي تخلي الريبو ديت يعني public او private. طبعا كل الكلام ده بيقدر يخلي ان تيم كامل يقدر يشتغل على نفس البروجكت في نفس الوقت، مع امكانية ان في اي وقت نرجع لاي نسخة قديمة. مثلا لو حصل مشكلة او حاجة في اخر نسخة او في فيتشر معينة عايزين نشيلها نعدل عليها، ظهر فيها مشكلة، نقدر نرجع لاخر النسخة كانت شغالة ونشوف ايه اللي اتغير، فنعرف المشكلة جت منين. طيب انت دلوقتي كويندوز يوزر لو عايز تبدأ تستخدم جيت المفروض تعمل ايه؟ بكل بساطة بتخش على موقع جيت زي ما عملنا وتحمله وتعمل له انستول، خلاص كده. الفكرة ان اي تعامل مع جيت على طول بيبقى عن طريق التيرمينال لو انت في لينكس، او السي ام دي الكوماند برومبت لو انت في ويندوز. يعني بصوا هنا كده، انا لما هاجي هستخدم جيت انا بفتح السي ام دي كده، ادي جيت، ده انا كده فتحت الهيلب بتاع جيت، يعني دي كل الكومنتس والحاجات اللي انا ممكن استخدمها. هنا كلون انت اد. طبعا هنعمل فيديو او يعني سلسلة فيديوهات بلاي ليست بتشرح ازاي ان احنا نقدر نستخدم جيت على الويندوز عن طريق السي ام دي في المستقبل يعني ان شاء الله. بس هو حاليا جيت هاب اصلا بيوفر لنا يعني مجهود كتير ان احنا اصلا مش محتاجين ان احنا نتعامل مع جيت دلوقتي. لكن طبعا اي حد، اي ديفلوبر، اي بروجرامر، اي حد شغال لازم طبعا يبقى بيعرف يتعامل مع جيت كويس جدا، ولازم يعرف يتعامل مع جيت هاب كويس جدا او غيره. لان ده بعد كده لو انت هتشتغل في شركة او هتشتغل مع تيم، هي دي حلقة الوصل ما بينكم. طيب دلوقتي احنا معانا كود لفيديو هينزل على الشانل، حاجة اسمها الهيب سورت، ومعانا الكود وكل حاجة، وعايزين نرفع الكود ده على جيت هاب عشان يبقى الكود موجود مع الفيديو، عشان لو حد حابب يشوف الكود او ياخد نسخة من الكود. فيلا بينا كده نفتح الاكونت على جيت هاب، هنعمل ريبو جديدة ونرفع عليها الكود. طبعا احنا مش هنخش في تفاصيل كتير ونستخدم كل المميزات اللي في جيت هاب، بس احنا بنتعرف على جيت هاب كده وبنجرب نعمل ريبو بسرعة، وممكن نتكلم في التفاصيل بعد كده يعني. ده جيت هاب قدامنا اهو، بسيط جدا مفهوش اي حاجة. تقدر تعمل فولو للناس وبيطلع لك الريبوس والابديتس اللي هم بيعملوها هنا. هنا الشينجز في جيت هاب، هنا تقدر تشوف البروفايل بتاعك، بروفايل الريبوز، البروجكتس، ستورز، حاجات كتير دي ممكن نبقى هنتكلم فيها بعدين. عندنا هنا الزرار الاخضر ده create repo، تمام، هندوس عليه. هنلاقي اول حاجة ده هنا هيبقى اسمك الاونر بتاع الريبو ديت، ده ريبو نيم. احنا هنا هنسمي الريبو هنا building heap. الديسكريبشن هنا ممكن تكتب اي حاجة، هنا ممكن نكتب building heap c code. هنا بيسألك الريبو دي هتبقى public ولا private. ايه الفرق؟ public يعني اي حد على الانترنت يقدر يشوف الريبو ديت ويقدر ان هو ياخد منها نسخة عنده. private يعني الناس اللي انت مديها access بس على الريبو دي هي اللي تقدر تشوفها.
طبعا احنا بننزل الريبو ديت بابليك لان دي ليكو، علشان اي حد هيشوف الفيديو يقدر ان هو يشوف الكود وياخد نسخة من الكود ويجرب هو بنفسه. بعدين هنلاقي تشيك بوكس هنا اللي هو add a readme file. ده بكل بساطة بتكتب description البروجكت بتاعك، التفاصيل عن البروجكت، التكنولوجيز اللي استخدمتها. بقية الاوبشنز دي ممكن نبقى نتكلم عليها بعدين. كده احنا عملنا الريبو تمام. هتلاقي هنا بيقولك ازاي تقدر تستخدم جيت في ان انت ترفع الكود بتاعك عن طريق الكومنت برومبت هنا تمام. احنا لسه ما دخلناش في التفاصيل دي قوي، فاحنا بكل بساطة اللي احنا هنعمله ايه، احنا هنخش الريبو هنا كده. بكل بساطة هناخد ادي الكود بتاعنا، فايل كود السي ده هناخده كده وهنعمل له drag and drop عادي تمام. هنا هيقولك ادي الكود، فايل تكست عادي جدا كود سي. هنا بيقولك get started by creating a new file or uploading an existing file تمام. احنا هنابلود الفايل اللي معانا عادي اهو، choose الفايل اهوت. هنا ممكن تكتب كومنت او حاجة، اعمل كومنت للتشينجز يعني ابلود الكود دوت. هنلاقي ان الريبو هنا عندنا بقى فيها الفايل دوت، نفتحه ادي الكود بتاعنا هنا فاتحينه على البراوزر اهوت. لو دخلنا هنا هنلاقي اهوت نفس الكود، بدأ بقى طبعا يظهر السنتاكس والكالرز بتاعت الكود والتفاصيل دي كلها. بس ده كده ببساطة عملنا الريبو. نقدر ندي اللينك ده لأي حد هيأكسس نفس الكود دوت. طبعا هتلاقي اللينك دوت تحت الفيديو بتاع الهيب سورتينج. بس ده كده احنا خلصنا تفاصيل الجيت والجيت هاب. بدأنا يعني شرحنا الفرق ما بينهم وحتى رفعنا عملنا ريبو كده بسيطة جدا. ده الموضوع ببساطة يعني بشكل نوعا ما سطحي. في تفاصيل أكتر بكتير، في طبعا زي ما انتم شايفين في حاجات كتير، في settings كتير، actions issues. هنتكلم في تفاصيل الحاجات دي كلها وإيه لازمتها في فيديوهات تانية. بس في فيديو النهاردة بس كده احنا كنا بس عايزين نشرح الفرق ما بين جيت ما بين جيت هاب. وبس كده، اشوفكم في فيديو تاني، مع السلامة.